يا احمد مكي ودنيا سمير غانم مش بيمثلوا مع بعض؟ هتقول لي عادي يعني، عملوا حاجات مع بعض وبقى كل واحد شغال لوحده، ايه المشكله؟ هقول لك دول حتى مش عاملين لبعض فولو على الانستجرام، ومحدش بيبارك للتاني على اي عمل بيعمله. يعني دول ناس عاملين مع بعض 6 اعمال كلهم ناجحين وكسروا بيهم الدنيا وكانوا فارقين في مشوارهم هما الاتنين، والمفروض انهم كانوا صحاب وقريبين على المستوى الشخصي. اكيد مش فجاه مبقوش يظهروا في حياه بعض خالص بدون سبب او بدون خلاف. هو انا معرفش ايه سبب القطيعه او الخلاف، بس هو اكيد في خلاف، وما بحبش اعمل زي الناس اللي بتقعد تحلل والاشاعات اللي بتطلع انهم كانوا مرتبطين وسابوا بعض. ده غير ان كل دي حاجات ملهاش دليل حقيقي، دي كمان حاجات شخصيه. حتى لو كانوا فعلا بيحبوا بعض وسابوا بعض، فيكفي ان كل واحد احترم التاني وما طلعش يتكلم في حاجه. في النهايه انا بحب الاتنين جدا، والاتنين نجوم مهمين، واحب اشوفهم بيظهروا مع بعض تاني، لان مفتقد الثنائيه دي جدا. اكيد كانوا اضافه لبعض، بس ده اختيارهم وكل واحد اثبت نجاحه. كل واحد شغال لوحده وناجح جدا، فانا بتمنى التوفيق للاتنين، لان بحسهم الاتنين من اسلك الناس اللي في الوسط وبحبهم جدا. الواحد كده يقدر يتابع سبيس تون برواقه.